توج النهارده الزمالك ببطل الدوري عشان يفرح 80 مليون زملكاوي. الحمد لله رب العالمين، والله العظيم الزمالك يستاهل الفرحه دي من بدايه الموسم. الزمالك على كل المعاناه اللي شافها من بدايه الموسم، الزمالك يستحق اكتر من كده 10000 مره. الدوري ده اصعب دوري في تاريخ الكره المصريه. مفيش دوري حصل في تاريخ الكره المصريه بالشكل ده. فريق يحصل له كل المشاكل دي، فريق يبقى جديد من بدايه الموسم، مدير فني جديد، لعيبه جديده، اداره جديده، اداره الكوره كمان كلها جديده، وتقول لي الفريق ده يتوج في اخر الموسم بطل الدوري قدام فرق زي الاهلي وبيراميدز، ادارات مستقره بقالها كتير، فرق مستقره بقالها كتير. اذا نادي الزمالك النهارده بيحقق معجزه. ضيف على كده الزمالك على مدار الموسم مشاكل افريقيا، مشاكل فلوس، مشاكل بعض المشاكل الاداريه ما بين الجمهور ما بين الاداره والتخبط اللي كان حاصل في الاول. ان الزمالك يتوج في اخر الموسم بطل دوري، يعني المنظر اللي انت شايفه تحت ده معجزه، والله العظيم معجزه. وزيدك من المعجزه، دايما درع الدوري ده بيتسلم في تاكس، يعني اللي بياخد الدوري ده تاكس بيروح له على النادي. حد بيطلع من اتحاد الكوره، اتنين شايلين الدرع يروحوا موقفين تاكس، حط الدرع وروح سلمه في النادي اللي خد الدوري. لكن يتسلم في ارض الملعب بطياره هليكوبتر، ما حصلتش في تاريخ الدوري المصري. وكأن القدر بيقول للزمالك انت تستاهل تتبروز، الدوري بتاعك ده لازم يتبروز. يعني تعالى بعد 50 سنة اول فريق، ده لو الفكرة كملت، اول فريق استلم دوري في الملعب بطائرة هو نادي الزمالك. نادي الزمالك بيقدم ملحمة على مدار الموسم. هتقول لي الزمالك لسه خسران الكونفدراليه وخد الدوري، اذا الموسم ناجح ولا موسم فاشل؟ بنسبه 101% الموسم ده ناجح لنادي الزمالك. نادي الزمالك ده اصلا المفروض كانش خد بطوله السنه دي، ما كانش مؤهل زي ما انتوا قلتوا لنا ان نادي الزمالك ده ياخد بطوله. فكره انه يطلع ان الموسم هو بطل الدوري ولعب نهائي الكونفدراليه، هم دول البطولتين اللي كان فيهم، انه يطلع بالطريقه دي يوصل النهائي وياخد بطل الدوري من بيراميدز ومن الاهلي، ده اعجاز. دي مش كوره، ده اعجاز. اللي الزمالك بيعمله ده اعجاز. هتقول لي بقى الاخطاء من الاداره، الاخطاء لا يا حبيبي، الاخطاء مش من الاداره. الاداره بتدفع ثمن مشاريع ما شربتهاش. اداره جديده جايه على مشاكل، جايه على كوارث، بتحاول تحل اللي تقدر عليه، بتحاول، فالدنيا بتوسع. لان انت في نادي كبير زي نادي الزمالك، المشكله الصغيره فيه بتبقى كبيره وعظيمه. مهما كنت شايفها صغيره لا بتبقى كبيره. الناس دي اول ما جت سددت فلوس وغرامات قد كده، فلحد النهارده المكان اللي هم واصلين له مش وحش، وان شاء الله هيكملوا وهيحاولوا يتجاوزوا الاخطاء اللي حصلت. اللعيبه افريقيا، اداره نادي الزمالك انا متاكد واثق مليون في الميه ان الاداره دي هتحل المشاكل في ظرف الايام الجايه، وهنشوف صفقات ان شاء الله زي الصفقات اللي انت عملتها الموسم ده. انا من بدايه الموسم بقول ان صفقات نادي الزمالك هي اتقل صفقات اتعملت في الدوري المصري. صفقات لا هي كيديه، احتياجاتك انت محتاج مثلا فيرود، رحت جبت عدي دباغ. محتاج وينج يمين، رحت جبت بازيرا. محتاج وينج شمال، رحت جبت شيكو بانزا. على قد فلوسك وعلى قد امكانياتك عرفت تجيب لعيبه هم النهارده نجوم الدوري المصري. اتحداك تطلع لي لعيب في الدوري المصري بنفس موهبه اخوان بزيرة. طب فريقه استفاد منه زي اخوان بزيرة؟ مش هتلاقي. فنادي الزمالك عمل صفقات لا هي كيديه ولا هي تعمل مشاكل مع حد ولا هي طخ بوم زي ما مثلا بعض الانديه راحت عملت، لا، راح جاب احتياجاته. واذا طول ما انت بتفكر بالفكر ده، بجيب احتياجاتي، ما بجيبش صفقات عشان الجمهور بتاعنا نسيه بيه حاجه، خليه يعمل طخ بوم مع الجمهور التاني، صفقات للشو في الاخر ما بتفيدش في ارض الملعب. لو الزمالك مش فضل بالسيناريو بتاع السنه دي، كل سنه الزمالك هيبقى بطل دوري وموجود على منصات التتويج بامر الله. خلاص كده صفحه وبنحتفل وكل حاجه تمام. بس اهم حاجه كجمهور زمالك احنا مش ناسيين السنه الجايه انت هتلعب دوري ابطال افريقيا لانك بطل الدوري المصري. عايزين صفقات محترمه زي اللي اتعملت السنه دي عشان نقدر بامر الله ننافس وناخد دوري ابطال افريقيا عشان نلعب كاس العالم للانديه. دي حاجه ما ينفعش نغفلها في عز الفرحه، ولازم الفرحه وهي حاصله نبني عليها عشان نفرح تاني ونكمل في الفرحه تاني، عشان ناخد اللي نستحقه تاني، عشان الطياره تنزل لنا في الملعب ونحتفل تاني.